محامية بتمسك قضية قتل مشهورة، لكنها بتكتشف إن القضية أبعد ما تكون عن اللي ظاهر. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نشوف أحداث فيلمنا النهاردة. بيبدأ فيلمنا مع مية وجوزها كال وهم عند طبيبتهم النفسية في جلسة استشارة الأزواج. وبتكون مية متضايقة لأن كال خرج مع بنت غيرها، ولكن كال بيفضل يقول لها إن جنى صديقة طفولته وإنه ما بيحبش تاني غيرها وما بيكونش شايف مشكلة في علاقته مع جنى. وبتتصل بيه والدته أثناء الجلسة فبيقول لها إنه هيمشي علشان يروح عيد ميلاد والدته، ولكن مية بترفض تمشي قبل الجلسة ما تخلص فبيمشي وبيسيبها. وبتسألها الدكتورة لو كان دايما بيتصرف معاها بالشكل ده، فبتقول لها مية إن والدته دايما بتتحكم في حياته وإنها مريضة سرطان وعلشان ما تزعلش بيسمعوا كلامها حتى لو على حساب حياتهم. وبتقول لها إن الشخص الوحيد اللي بتتعامل معاها كويس في عيلة كال هي تشارلز صديقتها وفي نفس الوقت مرات راي أخو كال. وبتعرفها إن كال اترفد من شغله من فترة طويلة وعلى الرغم من كده رافض يعرف أخوه أو والدته. ولما بتنتهي الجلسة بتروح مية المكان اللي فيه العيد ميلاد وبتقابل هناك صديقها مادي. وبيحاول مادي يعرفها على رسام مشهور اسمه مالوي وبيطلب منها تمسك قضيته، ولكنها بترفض تقابله في الوقت ده وبتروح عيد الميلاد. وبتقابلها حماتها بشكل سخيف وبتخلي جانا تقعد في مكانها جنب كال وبتطلب منها تقعد في آخر الترابيزة. وبتقول إن جانا مثالية وكانت تتمنى إنها تكون مرات كال. ولما بيجي وقت تقديم الهدايا بتتفاجئ بإن كال اشترى لوالدته ساعة غالية جدا. وفي طريق رجوعهم للبيت بتسأله هو ازاي اشترى ساعة غالية وبتتفاجئ إنه باع البيانو بتاعهم. ولما بتحاول توصله إنها متضايقة من عدم مسؤوليته بيقول لها إن البيانو في الأصل كان ملكه هو مش بتاعها. فبتتضايق مية إنه بيتعامل معاها كأنهم شخصين منفصلين. وتاني يوم لما بتروح شغلها بتتفاجئ بإن مالوي هناك وبيقول لها إن القضية مستعجلة والشرطة راحت لبيته مرة تانية وبيكون متهم بقتل حبيبته هايدي. وبتكون مية مش عايزة تمسك القضية لأن المدعي هو راي أخو جوزها، ولكن مالوي بيطلب مساعدتها وبيقول لها إنه فعلا بريء وهي أكتر حد ممكن يساعده. فبتعرفه مية إنها تفكر في القضية وهترد عليه آخر اليوم. فبيمسك تليفونها علشان يديها رقمه الشخصي ولكنها بتقوله يسيبه مع السكرتيرة. ولما بتروح ميا درس الملاكمة بتحكي لتشارلز عن مالوي وبتنصحها تشارلز ترفض القضية لأن الرأي العام متضايق جدا من مالوي. ولما بترجع ميا للبيت وبيشوف كال ملف القضية بيتخانق معاها وبيرفض إنها تدافع عنه ضد أخوه. ولكنها بتقوله إنهم عليهم أقساط كتيرة جدا غير فواتير علاج والدته اللي مخبي عليها إنه مش بيشتغل. وبتلومه لأنه راح شغله وهو سكران وشارب مخدرات وعلشان كده اترفد من شغله كطبيب تخدير. وإن بسبب الرفض ده هم في أزمة مادية وهي بتتحمل كل التكاليف. وبتقوله إنها تمسك القضية علشان تقدر تغطي مصاريفهم. وتاني يوم بتروح ميا لمالوي علشان يتناقشوا في القضية وبتطلب منه يفتكر كل التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تساعدهم في القضية. فبيحكي لها إنه قابل حبيبته من 6 شهور وهو في رحلة في إيطاليا واتعرف عليها في مطعم كانت بتشتغل فيه وارتبطوا بعدها ب10 أيام. وبيقول لها إنها كانت بتحب التصوير جدا وتقريبا بتصور كل حاجة. وبيطلع ألبوم صورها وبيقول لها إنهم في خلال ال6 شهور اللي فاتوا كانوا دايما مع بعض وما افترقوش أبدا. لكنه فجأة رجع من المعرض الخاص بيه لقاها اختفت. فبتطلع ميا الصور اللي مقدمها الادعاء وبتقوله إن الدم وصل لحد الشقة اللي تحته. وبتقوله كمان إن الحمض النووي بتاعها كان موجود على لوحة من لوحاته وبتسأله يفسر ده إزاي، لكنه بيقول لها إنه مش عارف فعلا. فبتطلع له فيديو لهايدي بعتته لاختها وبتقول فيه انه هيقتلها، ولكن مالوي بيقول لها ان الفيديو ده مزيف وانه ما يعرفش هي عملت كده ليه. فبتسأله ميا عن مبلغ التأمين الكبير اللي موجود على حياتها ولكنه بيقول لها انه ما يعرفش عنه حاجة وانه فعلا ما قتلهاش. فبتقول له ميا ان الدفاع عنه هيكون صعب وانها تقبل تكون محاميته بشرط انه ما يكذبش عليها ابدا ويقول لها كل حاجة مهما كانت بسيطة. ولما بترجع ميا للبيت بتتفاجئ بحماتها وراي في بيتها وبتلومها حماتها لأنها مش محضرة أكل في البيت وبتعمل هي أكل بنفسها. وبتكون ميا مستغربة من تصرفاتهم المفاجئة. وبيقول لها راي إنه هيترشح لمنصب عمدة الولاية وبيسألها لو كان عندها موكلين جداد. فبتعرفه إنها تمسك قضية مالوي ولكن حماتها بترفض إنها تمسكها وبتقول لها إن راي هيمسك القضية وهيفوز بيها وهيعمل حملته الانتخابية بناء على فوزه بيها ومكافحته للجريمة. وبيفرض راي وحماتها رأيهم عليها وبيقول لها إنه مش هيتخلى عن القضية علشانها. وتاني يوم بتعتذر لها تشارلز وبتعرفها إن كال هو اللي عرف والدته عن القضية وبتعتذر لها إنها معرفتهاش من امبارح. ولكن ميا بتتضايق منها وبتنهي المكالمة.
وبتطلب من مساعدها كل ملفات قضية مالوي وبتعرفه إنها تمسكها، وبتقابل جيمي صديقها اللي بيشتغل محقق خاص في نفس الوقت وبتطلب منه يساعدها في القضية. فبيقول لها إنه بيبحث في خلفية عيلة الضحية، والغريب إن مفيش حد عارفهم، وبيكون عاوز ياخد بيانات تليفونها وتليفون مالوي، وبيطلب منها تراجع قرارها في إنها تمسك القضية ضد راي. وبتروح ميا وراي يقابلوا القاضي، وبيحذرهم القاضي إنهم لو عملوا أي مخالفات بسبب خلافاتهم مع بعض هيتحولوا للتحقيق. وبيكون راي متضايق من ميا، ولكنها بتتجاهله وبتاخد جيمي وبتروح تقابل مالوي، وبيسألوه عن عنوان عيلة هايدي، ولكنه ما بيكونش عارفه وما بيكونش عارف إن عندها أخت أصلا. فبيسألوا جيمي لو كان اتعامل معاها بعنف زي حبيبته اللي قبل كده واللي بتشهد ضده، وبتقول إنه كان بيتعامل معاها بعنف دايما. ولكن مالوي بينفي ده وبيقول إن هو اللي نهى العلاقة لأنه تعب من تصرفاتها وعلشان كده هي متضايقة، ولكن علاقته مع هايدي كانت مختلفة وهادية وده سبب حبه ليها. وبيقول لهم جيمي إنه هيمشي لأن عنده ميعاد طيارة للمكسيك علشان يدور على عيلة هايدي، وبيرفض يستخدم الأسانسير، وبيسأل مالوي عن مكان السلم، وبتروح ميا وراه وبتسأله عن رأيه. وبيقول لها جيمي إنه حاسس إن مالوي بيكذب ومصدق الكذبة وعايش فيها، وده بيكون نفس رأي ميا بالظبط. ولما بترجع ميا لمالوي بتلاقيه بيدخن، وبتعرفه إن الادعاء ممكن يطلب تحاليل مخدرات منه في أي وقت، وبتطلب منه ما يخرجش علشان الصحفيين ما يصوروهوش، وبتقوله إن لو في أي حاجة غريبة عن عيلتها جيمي هيكتشفها. وتاني يوم بيكلمها جيمي وبيعرفها إن مفيش سجلات باسم هايدي ولا أي معلومات عنها، وبيطلب منها تسأل مالوي عن واحدة اسمها رينيه كارتر، وبيعرفها إنها ضمن قائمة الشهود، وقالت إن عندها معلومات مهمة عن مالوي. ولما بتنهي ميا المكالمة بيعتذر لها كال عن تصرفاته، وبيوعدها إنه هيحسن علاقتهم ويرجع زي الأول. ولما بتروح ميا تسأل مالوي عن رينيه بيقول لها إنه اتعرف عليها في بداية شغله في الفن، وفضلوا مع بعضهم فترة، ولكنها كانت بتحاول تسيطر عليه بشكل كامل وعلشان كده قطع علاقته بيها. وتاني يوم في الشغل بتتفاجئ ميا بكال جايب لها ورد في المكتب، وبيعرض عليها يتعشوا مع بعض النهاردة بعد جلستهم. ولكن أول ما بيشوف مالوي بيمشي وبيسيبها، وبيسأل مالوي ميا هما ليه ما تقابلوش في بيته بعيد عن الصحافة، وبيقول لها إن الجو في الشركة كله متوتر وإن الصحافة حواليه ومش هيكون مرتاح، وبيطلب منها تقابله في بيته وبيمشي. ولما بتروح له ميا بتشم ريحة المخدرات وبتحذره تاني إنه ممنوع منها، ولكنه ما بيهتمش وبيقول لها إنه معجب بيها. ولما بتقوله إن علاقتهم حدودها الشغل بس بيقول لها إنه هيوكل محامي غيرها، على الرغم من إن المحاكمة قدامها شهر واحد بس، وبيطلب منها تمشي لأنه خارج. ولما بترجع بيتها بتلاقي كال بيلعب اونلاين مع جانا وما بيردش عليها لما بتحاول تكلمه، فبتتضايق ولكنها بتتجاهله. وبيتصل بيها مادي وبيعتذر لها عن تصرف مالوي، وبيقول لها انه بسبب خوفه مش عارف يسيطر على افكاره، وبيطلب منها تقابله تاني. ولما بتروح له بيعتذر لها مالوي وبيقول لها انه معجب بيها تاني، ولكنها بتقول له انها بتحب جوزها، وبيتفقوا انها تكمل القضية كمحامية بس. ولما بتخرج ميا من عنده بيتصل بيها جيمي، ولما بيلاقيها متضايقة بيفتكر إنها عرفت بخيانة كال ليها مع جانا، وبيبعت لهم صورتهم مع بعض في فندق وينستون، وبيطلب منها تاخد بالها من نفسها. وبتتضايق ميا من كال وبتقرر ترجع لمالوي. وتاني يوم بتروح ميا لشغلها وبتلاقي كال وتشارلز هناك وقلقانين لأنها مرجعتش للبيت، فبتعرفهم إنها كانت في فندق علشان تخلص شغلها. وبتعرفها تشارلز إنهم موجودين في فندق وينستون لأن أزالية حاسة إنها تعبانة وعلشان كده طلبت تكون قريبة للمستشفى. وبتفهم ميا إنها فهمت غلط وجوده مع جانا في الفندق، وبتعتذر له ولكنه بيمشي. فبتقرر ترجع ملفات القضية لمالوي وتسيب قضيته علشان تحسن علاقتها بكال، وبتعرفه إنها اتصلت بمحامي تاني ليه وموافق إنه يقبل القضية. ولكن لما جيمي بيقابلها بيعتذر لها عن خطأه، وبيقول لها إن رينيه موافقة تقابلها، وبيطلب منها ما تسيبش القضية لأنها محتاجة فلوسها. ولما بتقابل ميا رينيه بتعرف إن أسلوب مالوي هو إنه يقرب من أي واحدة معجب بيها لحد ما يستفيد منها وبعدين يبعدها عنه. وبتقول لها إنه علشان يبهر أي واحدة معجب بيها بيرسم صورتها وبيعلقها فوق سريره، وإنها لو شالت الصورة هتلاقي تحتها رسومات لأشخاص كتير، وبتعرفها إنه مش معجب بيها ولكنه بيتلاعب بيها علشان تطلعه براءة. ولما بتروح ميا لشقة مالوي بتشيل صورتها وبتلاقي تحتها صور بنات تانيين كتير فعلا. ولما بيشوفها مالوي بيحاول يقول لها إنها فاهمة غلط، وبيقول لها إنه بيحبها من أول مرة شافها فيها، ولكنها بتستقيل من القضية بتاعته وبتقوله إنه شخص كذاب وبتمشي. وتاني يوم من اعتذار ميا عن القضية بتستدعيهم حماتها لبيت راي، وبيكون راي عرف إن سبب اعتذارها عن القضية هو علاقتها بمالوي. وبينهار كان لما بيعرف وما بيديهاش فرصة تتكلم وبيطردوها من البيت.
وبتقرر ميا تاخد أجازة وتسافر وتبعد عن كل حاجة. وبيعرفها جيمي إن كان لسه بيروح الجلسات وبيطلب منها تكلمه، ولكنها بتقوله إنه رافض يكلمها. وفي الفندق بتقابل ميا بنت شبه هايدي، ولما بتسألها عن اسمها بتقلق البنت وبتقول لها إنها ما بتتكلمش إنجليزي وبترفض تتكلم معاها. ولما بتحاول ميا تتصل بالشرطة بتوقعها وبتاخد تليفونها وبتجري. وبتتصل ميا بتشارلز من تليفون تاني وبتطلب منها تخليها تكلم راي. وبتقوله إن مالوي بريء وإنها شافت البنت المتهم في قتلها وراحت لمركز الشرطة ولكن محدش ساعدها. وبتعرفه إنها في جمهورية الدومينيكان وبتطلب مساعدته، ولكنه بيقول لها إن ده مش هيكون قانوني. وبيعرفها إنه هيبعت شخص يساعدها ويلاقي هايدي. وبيطلب منها ترجع لأن كال مش كويس، وبتستغرب ميا من طلبه ولكنها بترجع. ولما بتوصل البيت ما بتلاقيش كال موجود، وبيقول لها راي إنه في الطريق، وبيتصل بيها جيمي وبيبعت لها إيميل وبيطلب منها تشوفه بسرعة. ولما بتشوفه بتكون مصدومة وبتعرف إن حماتها مش مريضة وإنها بتمثل، وإن راي هو اللي لفق القضية لمالوي. ولما بتدخل الأوضة اللي قدامها بتلاقي رسومات لمالوي كتير وفيهم لوحة لتشارلز، وبتيجي حماتها تطلب منها تساعدها تقعد. وبتتعمد إنها توقع تليفونها وتكسره وكأنها ما تقصدش. وبيديها راي مشروب وبيكون بيعاملها بشكل لطيف غير المعتاد. وبيطلب ميا من راي إنه يتصل بكال، ولما بيرجع بيقول لها إنه وصل لهايدي وهيعرف القاضي إنها لسه عايشة. ولما بتطلب منه يتصل بيه حالا بيرفض وبيطلب منها تشرب مشروبها. وبتقول حماتها روي إن ميا اكتشفت إنها مش مريضة سرطان، وبيكون هو كمان عارف وعملوا كده علشان يكسبوا تعاطف وأصوات في الانتخابات. وبيكون هو اللي لفق القضية لمالوي علشان ينتقم منه لأن تشارلز كانت على علاقة بيه. وبتطلب ميا من تشارلز تجهز ولادها علشان يخرجوا من البيت. ولكن راي بيهدد تشارلز وبيديها سكينة وبيطلب منها تطعن ميا بيها. وبتفضل تشارلز تعيط وبتمسك السكينة فجأة، ولكنها بتحاول تطعن بيها راي. وبتمسك أزالية سكينة تانية وبتحاول تضرب ميا بيها، ولكنها بتقدر تضربها وتبعدها عنه. وبيمسكها راي وبيخنقها، ولكنها بتضربه على دماغه وبتحاول تفتح الباب. وبيطلع راي مسدسه وبيهددها وبيضرب رصاصة في الباب، وبيقول لها إن الباب مش هيتفتح مهما حاولت. وبتيجي تشارلز من وراه وبتضربه على دماغه وبتقول لها تاخد المفاتيح من جيبه، ولكن أزالية بتطعنها بالسكينة وبتقدر ميا تفتح الباب وتطلع. ولكن راي بيطلع وراها وبيحاول يخنقها، وبتضربه ميا بالمفاتيح في عينيه وبتجري تركب عربية علشان تهرب بيها. ولكنه بيجري وراها وبتيجي أزالية تقف قدام العربية، ولكن ميا بتقدر تبعده وتسوق العربية وأزالية عليها لحد ما بتخبط في شجرة. فبتنزل من العربية بسرعة وبتجري على الطريق، وبيقابلها كالو بينزلها من العربية، وبتحاول ميا تفهمه إن راي بيحاول يقتلها. ولكنه بيقول لها إنه فاهم هي بتقول إيه، وبيركبها على العربية وبيقول لها إنه اتصل بالشرطة وبياخدها تاني للبيت. فبتفهم ميا إنه بيخدعها وإنه عارف كل حاجة ومرجعها للبيت علشان يقتلها. وبيضربها وبيقول لها إنه هيتخلص منها وإن والدته على حق لما خلته يروح مع جانا الفندق علشان جيمي يبعت لها صورتهم ويتأكد إنها تخونه مع مالوي. وبتقابلهم عربية على الطريق، فبتشيل ميا حزام الأمان بتاعه وبتفتح الباب وبتوقعه من العربية. وبيتصل السواق بالشرطة وبيتقبض على راي. وبتتكشف كل الأدلة اللي بتوضح تورطه في قضايا كتير وإخفاؤه الأدلة مهمة. وبيطلع مالوي من السجن وبيشكر ميا لأنها كانت سبب في كشف الحقيقة. وبيطلب منها يقابلها قريب، ولكنها بترمي تليفونها وبتقرر تبدأ حياة جديدة. وبنتعلم من الفيلم إن مش دايما الحقيقة ظاهرة قدام عينينا، وإن إحنا لازم ندور عليها مرة واتنين وتلاتة علشان تظهر. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها لك.